عواد واحد من اشهر المطاعم في طنطا في الفتره الاخيره، وده اجدد فرع ليهم، فرع اخر سور الاستاد. بيعمل بقى سندوتشات كفته وكبده وحواوشي وفراخ ووجبات، واسعاره في المتناول، وكل حاجه بتتعمل قدامك كده زي ما انت شايف الجريل قدامك، فبتبقى مطمن بقى من الاكل اللي بيتعمل قدامك. ما اقولكش بقى كمان على الريحه. هنجرب من عندهم كام حاجه النهارده، وهنبتدي باول حاجه بسندوتش الكفته، وبيبقى عباره بقى عن صبع كفته كده وعليه شويه سلطه وشويه طحينه وشكرا على كده، وبيبقى محطوط في رغيف عيش كامل مقلوب لجوه. طعم الكفته كويس جدا، والساندوتش ده سعره 30 جنيه. واللي اجمد من سندوتش الكفته بقى هو سندوتش الكبده، شويه بصل وفلفل وطماطم مع الكبده على الجريل كده، بيبقى طعمها جامد قوي، وده من اجمد السندوتشات اللي احنا جربناها عندهم، وسعره 30 جنيه. اما بقى السندوتش ده فسندوتش كباب لسه جديد ومنزلش عندهم في المنيو، عباره بقى عن شريحتين لحمه كده مشويين على الفحم، وبيتحطوا في قلب السندوتش مع شويه خضره كده. بس طعم اللحمه كويس جدا، وتتبيلتها كويسه جدا ومستويه كويس قوي. بس مشكله السندوتش ده ان سعره 80 جنيه. اما بقى الحواوشي فكان العيش محمص كده من بره، والحشو بتاعه مليان، وكان سعره 30 جنيه، وحجمه كان كويس جدا، وطعمه كان جامد قوي، خصوصا لو حطيته في قلب الطحينه. اما اجمد حاجه عندهم بقى ككميه بالنسبه للسعر هي وجبه عواد، عباره عن رغيفين عيش كده وكميه رز محترمه و70 كفته واتنين قطعه صدور فراخ مشويه على الجريل. طعم الرز كويس جدا وكميته كبيره قوي. اما اجمد حاجه في الوجبه دي هي قطعتين الصدور الفراخ، التتبيله بتاعتهم جامده قوي، وحجم 70 الكفته كويسين قوي. والوجبه دي سعرها 90 جنيه. لايك وفولو عشان في تجارب تانية جامده جدا.